سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير هانين مرتاحين. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد في وصفه جديده. رايحين نديروا اليوم حاجه مختلفه، رايحين نديروا تلبينه الرسول عليه الصلاه والسلام. هاد الوصفه بزاف مفيده، بزاف هايله، سورتو للاطفال، مليحه بزاف تاني اللي عندهم مرض السكري، تعالج الاكتئاب، وسورتو يعني رايحه تفيدكم في الصحه باسكو فيها حوايج مفيده وخاليه من السكر تماما. نخليكم حباتي مع المقادير وطريقه التحضير. نحتاج هنا خياتي 4 كيسان من الماء، نحتاج شعير، سميد تاع شعير يكون كامل، يعني لازم تشريوه من بلاصه موثوقه ويكونوا صح رايحين لكم شعير، ماشي دايرين لكم حاجه واحده اخرى. في 4 كيسان تاع الماء راح نديرو 2 كيسان حتى 2 كيسان ونصف تاع شعير يكون مرحي. هنا حباتي على حساب القوام اللي راكم حابينه، اذا راكم حابين التلبينه ديالكم تجي عقده ديروا 2 كيسان ونصف حتى 3 كيسان، اذا حبيتوها كيما درتها انا ديروا فقط 2 كيسان مع 4 كيسان تاع ماء. ورايحين تبقاو تخلطوا مليح حتى يتجانس داك الخليط وتحطوها فوق النار هادئه. هنا حباتي لازم النار تكون هادئه باش المرحله هذيك اللي طول فيها وانتم تحركوا راح يطيب مليح الشعير ديالكم، ما يبقاش هكاك الكو تاع السميد باين. وهكا يعني التلبينه ديالكم كي طيب في غرضها وطيب مليح راح يكون فيها جميع الفوائد اللي نحتاجوهم. هاد الوصفه كما قلت لكم تليق للكبار للصغار، خاصه الاطفال تاني تفيدهم بزاف، سيرتو اللي عندهم فرط الحركه وما ياكلوش حوايج بزاف ماشي مفيده. ننصحكم تاكلوهم هاد تلبينه بزاف هايله، والرسول عليه الصلاه والسلام وصى عليها باينه بلي فيها فوائد بزاف ومفيده للجسم ديالنا. كيما على بالنا الماكله ديالنا كامل، التحليات ديالنا كامل فيهم السكر، والسكر راه مضر بالصحه، يعني ساعه واحد ينقص هذوك السكريات ويدير حاجه مفيده. كيما هاد الوصفه ما فيهاش خلاص سكر، فيها فقط العسل من الاخر نديروه، والعسل من الاحسن يكون نوعيه مليحه ولا عسل يكون حر كيما نقولوا عسل الحر، وهكا تضمنوا بلي التلبينه هذه راح تكون بزاف صحيه. بعد ما بدات تعقد معايا هذاك الخليط وذاب مليح هذاك الشعير مع الماء وكامل، يعني بعد ما تمر حوالي 10 دقائق وانتم تخلطوا جوست يعني تغلي معاكم، رايحين نضيفوا ملعقه تاع حليب لحظه، ورايحين نضيفوا 2 كيسان من الحليب، ورايحين نبقاو نخلطوا حتى نضمنوا بلي طابت معنا وطاب معنا هذاك الشعير. حنا اخواتي يعني كي تكونوا تخلطوا وحب شفتوا يعني التلبينه ديالكم ماشي عاقده بزاف، حبيتوا تضيفوا لها شعير تقدروا تضيفوا لها نصف كاس ولا كاس وتخلطوا، ومن بعد تضربوا تميكسيوها بالميكسر باش تضمنوا يطيب معكم هذاك الشعير، وتنقصوا النار خلاص وتخليوها حتى تطيب. من الاحسن نتوما ديروا كميه الشعير من الاول، ديروا كيما درت انا 4 كيسان، 4 كيسان ماء 2 كيسان الشعير، واذا حبيتوا يعني كميه قليله 2 كيسان ماء مع كاس شعير، واذا حبيتوا كما قلت لكم القوام يكون عقد بزاف ديروا يعني ضعفوا كميه الشعير، زيدوا فقط نصف كاس ولا وراح تجيكم هايله. وهذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه في 4 كيسان ماء و2 كيسان تاع الشعير. راح نبقاو نخلطوا على نار كما قلت لكم هادئه باش نضمنوا طيب حوالي 20 دقيقه وانتم يعني تخلطوا هكا، كي ديروا هذا الخليط كامل 20 دقيقه وانتم تخلطوا، ومن بعد يكون جاهز معكم هاد التلبينه. من جهه اخرى نكون ديجا سخنت العسل ديالي، يكون كما قلت لكم نوعيه تكون مليحه، عسل حر، ديروا كميه فقط قليله ماشي بزاف، غير نديروها من الفوق يعني فوق هذيك التلبينه ديالنا، نعمروا لي غمكان ديالنا كامل، من بعد نديروا لهم العسل، ومن بعد نديروا لهم المكسرات. المكسرات من الاحسن اذا كانوا عندكم تحمصوهم قبل ما ترحيهم باش يجي المذاق ديالهم شباب في الماكله. وهنا المكسرات ماشي ضروريه، اللي ماشي يعني متوفر عندها ما تحياش روحها، اذا كان عندها الكاوكاو دير كاوكاو، دير فقط واش عندها هي من الاحسن ديري مكسرات باش تجي يعني صحيه. اذا ماشي متوفر عندك ما ديريش مكسرات، بدليها بحاجه واحده اخرى، تقدري حتى ديري شويه زبيب من الفوق، زبيب تاني راه صحي وراح تجي بزاف هايله. بالنسبه للبنات يعني اللي ماشي سامعين بهذه التلبينه روحوا قراو عليها، روحوا قراو على الفوائد اللي فيها بزاف صحيه للجسم، كما قلت لكم وصحيه للاطفال، اذا كلاوها ولادكم راكم درتوا لافير، يعني رايحين يكون الجسم تاعهم بزاف صحي وخاليه يعني من السكريات، سورتو السكريات اللي قلت لكم راح يضروا بزاف بالصحه. كما راكم تشوفوا هنا حبيباتي راح نضيف لها العسل. العسل لازم دير يعني كميه مليحه باسكو هذيك التلبينه راهي ما فيهاش سكر خلاص، الوغ العسل هذاك راح يعطي مذاق شباب مع هذيك التلبينه اللي خدمناها. جربوها حبيباتي، راهي اقتصاديه وصحيه، يعني ما فيها والو، فيها غير الشعير والحليب والماء
وهذاك العسل يعني غير مغرفات ماشي بزاف، يعني 2 ملاعق كبار راح تكمل لك الكميه اللي درتيها. وراح تتحصلي على تحليه بزاف هايله بنينه صحيه مفيده، سورتو مفيده للبنات. خلينا من التحليات هذوك اللي نحبوهم راح يكونوا بنان بزاف وكامل، بصح ما مش مفيدين خلاص للصحه، راح يضرونا شويه. سورتو كيما قلت لكم السكريات سكريات كونصيبو نقصوا منهم شويه. بعد ما كملنا درنا لهم كامل العسل من الفوق، راح نديروا لهم شويه مكسرات اللي كنت ديجا حمصتهم ورحيتهم. راح ندير كميه مليحه من المكسرات كما قلت لكم، يعني اذا كان عندكم كاوكاو راح يكفيكم كاوكاو فقط، حمصوه مليح ورحيوه، راح يجيكم هايل. يعني ما تحيروش رواحكم. واللي ماشي عندها المكسرات دير فقط كميه من الزبيب ثاني راح يعطي واحد المذاق هايل، يعني مذاق تاع حلاوه، راح يجي بنين وتاني مفيد في الصحه. ان شاء الله وصفه اليوم تكون عجبتكم، ان شاء الله تجربوها بهذه الطريقه وتعاودوا تخليوا لي رايكم فيها في التعليقات. بالنسبه للبنات اللي ماشي مشتركه في قناتي واول مره تشوف لا فيديو، من فضلك اشتركي في القناه فضلا وليس امرا، وفعلي الجرس باش يوصلوك جديد الفيديوهات، خاصه الفيديوهات يعني والوصفات الرمضانيه. معليا غير نقول لكم ان شاء الله نكون شهيتكم في الجنه، وخليكم تشوفوا القوام تاع هاد التلبينه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر وفي وصفه واحده اخرى. بسلامه خياتي، ما تنساوش توصلوا لي هاد الفيديو لاكبر عدد من لي جيم، وماكس دو بارطاج مع حباباتكم وصحاباتكم ولا فامي. واللي ماشي داخله في الجروب تاع الفيسبوك والانستغرام ديالي نخليه لكم في صندوق الوصف اسفل لا فيديو. وهنا حبيتي تشوفوا القوام تاع التلبينه، راه قوام ديالها كريمي بزاف هايل. اذا حبيتوه يكون عاقد اكثر من هكذا كثروا كميه الشعير. هذا